هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مرحبا بكم مستمعين الكرام مع إشراقة شمس كل سبت، ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعي إذاعة الوفاق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مستهل برامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 16 من شهر فبراير لعام 2019، نقدم لكم الجزء الأول من مقال بعنوان إريتريا إلى أين؟ بصوت البروفيسور جلال الدين محمد صالح. نتمنى لكم متابعة طيبة. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثي إليكم بعنوان إريتريا إلى أين؟ تساؤلات في استشراف المستقبل. يعد طرح سؤال إريتريا إلى أين جد مهم وجد طبيعي وبديهي لاستشراف مستقبل الوطن في ظل هذه التطورات المتتابعة والمباغتة التي تشهدها البلاد اليوم ونتفاجأ بها نحن مرة بعد أخرى. ويكون هذا السؤال أكثر إلحاحا وأعدل مطلبا وأشد ورودا مع ما نلمسه من انعدام الشفافية وغياب المؤسسية الدستورية وتحكم الفرد الدكتاتوري على القرار الوطني برمته واختطافه بكليته مع شن حملة اعتقالات واسعة النطاق متواصلة زمانا لا تفتر لحظة، ممتدة عبر مساحة الوطن كله مكانا، وقاسية شرسة تنفيذا وتطبيقا، لا ترحم أحدا ولا تتردد من البطش كما تشاء منذ أول موجة لها انطلقت بعد الاستقلال الفعلي عام 91 و900 وألف، ثم بعد الاستقلال الرسمي عام 93 و900 وألف، ثم بعد اتفاقية الجزائر عقب حرب بادمة عام 2000 ميلادي. وحتى هذه اللحظة ما زالت ماضية شملت علماء المسلمين ورجال الدين المسيحيين وشتى المفكرين والإعلاميين والسياسيين من كافة المواطنين والطلاب والمناضلين، من قيادات الجبهة الشعبية نفسها وكوادرها الأساسيين الذين صنفهم النظام في خانة الخطر، والذين سألوا مرارا وتكرارا: إريتريا إلى أين؟ وما المآل المنتظر؟ يضاف إلى هذا تجاهل ورفض عودة اللاجئين من معسكرات اللجوء في السودان واليمن بمسوغات غير منطقية وتبريرات لا معنى لها، مع تفريغ الوطن في اللحظة نفسها من قوته الإنتاجية، سواعد شبابه الصاعد، بتبني سياسات تعسفية تضايقهم في الطرقات وتطاردهم في الأحياء زنجة زنجة ودار دار، على حد تعبير القذافي، بحجة أداء الخدمة الوطنية بالتجنيد الإجباري، وهي خدمة غير محدودة الزمن ولا ينظمها قانون، تشمل الذكور والإناث معا وتستغلهم في أعمال السخرة بمعسكر ساوى المشؤوم حتى يصابوا باليأس والإحباط
ولا يروا غير الفرار عبر الحدود سبيلا إلى الخلاص. وعندها لا تتردد من قتلهم رميا بالرصاص متى وقعوا في فخ حرس الحدود، وإذا ما نفدوا لا تكترث بمعاناتهم في طريق الهجرة والهروب مما يلاقونه من عصابات الاتجار بالبشر ذات الخلايا المترابطة من داخل الوطن، بمشاركة ضباط فاسدين من قلب النظام نفسه، مرورا بالسودان وانتهاء بصحراء ليبيا وسيناء مصر، تبيع وتشتري في الإنسان الإريتري، يليها رحلة غرق في البحار. ثم تأتي هذه الجموع الهادرة الهائجة من هذا الشعب البئيس الحزين، تخرج تباعا، أفواج تتبعها أفواج، كالقطيع تماما حين يفتح راعيه باب الحظيرة متجهة نحو الجارة إثيوبيا بمجرد إزالة الحواجز الحدودية والسماح بالخروج. ترى ما هذا الذي يجري ولماذا هكذا يجري؟ لأن يكون الحاكم ديكتاتورا في نفسه وإدارته ليس بغريب، فقد مر على العالم العديد من الديكتاتوريين بشتى صنوفهم وألوانهم، ولكن الغريب حين يصر الديكتاتور على تحطيم الدولة نفسها وتقزيمها حتى لا تقوم لها قائمة، حين لا يبني مؤسساتها الدستورية، حين لا يعمل في النهوض بها، حين يخنق شعبها حتى الموت، حين يضرب وحدتها الوطنية في المقتل بممارسة الطائفية السياسية، يعمق عوامل الخلاف بين المسلمين والمسيحيين والانحيازات الجهوية، يشكك المرتفعات في المنخفضات، وينمي النعرات القومية الشوفينية بإعلاء سلطة التيرينيا فوق الجميع، ويغذي التفرقات القبلية بإيهام قبيلة ما أنه حليفها ومعه مصالحها، وحين يجعل من البلاد مجرد ضيعة جافة مهملة خالية من أي جداول تجري فيها، لا عمران يرى فيها ولا منشآت حديثة تقام عليها، كل شيء فيها يابس وبائس، بينما جارتها إثيوبيا تتقدم بسرعة ملحوظة نحو الأمام عمرانيا واقتصاديا، تتصالح مع نفسها، تتسامح مع معارضيها. ألا يثير تصرف كهذا المخاوف والقلق على الوطن؟ ما الذي يخفيه ديكتاتور هذا دأبه من وراء سياسة كهذه؟ تساؤلات يطرحها المتسائلون. كيف نفسر هذا الذي نراه اليوم ونشاهده من نزوح جماهيري كبير وعريض نحو إثيوبيا، واندفاع إثيوبي مثير للشكوك نحو إريتريا، تعانق بالأحضان وقبلات على الأخدان وتبادل زيارات استقبل فيها الرئيس أفورقي بالأجراس والبخور والأهازيج والزغردات، حين دخل أديس أبابا دخول الفاتحين وألبس فيها الجبة الأكسومية بسلبانها المذهب أو المطرزة، ووضع التاج فوق رأسه وكأنه إمبراطور جديد،
ينصب على عرش الإمبراطورية الحبشية. إلى ماذا ترمي كل هذه المغازلة الغريبة من القيادة الإثيوبية للرئيس أفورقي؟ وإلى ماذا تصب هذه القرارات التي أصدرتها بشأن الإريتريين الموجودين على أرضها من إعطائهم حق العمل وحق التنقل وحق المتاجرة وحق فتح الحسابات البنكية؟ وماذا يعني قرارها الأخير بتأسيس قوات بحرية متكاملة المعدات؟ وماذا يعني قرارها الأخير بتأسيس قوات بحرية متكاملة المعدات وهي دولة حبيسة لا تطل على موانئ بحرية، ومناشدتها الطليان على لسان رئيس وزرائها الدكتور أبي أحمد بمد خط حديدي يربط ميناء مصوع بأديس أبابا، وإبرامها معاهدات متعددة الأنواع والأهداف مع قيادة إريترية غير منتخبة ولا مساءلة أمام برلمان منتخب، ودستور مفعل تمس السيادة الوطنية وتضع كل مقدرات الوطن بين يديها. والإريتريون لم ينتخبوا حكومتهم الشرعية بعد، والحدود بين البلدين لم ترسم بعد، والجيش الإثيوبي لم ينسحب بعد، لتعود بادمة جزءا من الوطن كما قضت محكمة لاهاي الدولية. ماذا وراء كل هذا؟ إلى أين يتجه قطار الوطن؟ هل هو فعلا على سكته الصحيحة ووجهته السليمة كما ناضل له المناضلون الأحرار، أم خرج عن مساره فهوى، أم ضل طريقه فغوى؟ وعلينا أن نقول معا كما في مثل التجرايت: إيجا بيك بابور، أم خطفه خاطف لنهب في نجدته واسترداده معا. تساؤلات تبدو مشروعة مع انعدام الشفافية. لا أحد يعرف الحقيقة غير الذي يصنعها اللاعبون الكبار وحدهم من يعرف الحقيقة، فهم المصدر وهم الفاعل، وكل من عداهم مفعول به، وما هم إلا أطراف تؤدي أدوارها بالوكالة في حدود المسموح لمصالحها بالتنسيق مع هؤلاء الكبار، وبالطبع على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في هذا الموقع الاستراتيجي من هذا العالم المتصارع القرن الإفريقي. وبوصفه طرفا لاعبا موعودا بمصالح همس له بها الهامسون، لا ندري ما طبيعتها. لا بد أن يكون لإسياس أفورقي قدر من العلم بالحقيقة، ربما يسر به أو ببعضه إلى الأقربين إليه من رجال دولته، وما سواهم بالتأكيد متطفلون ومتكهنون أو مأمورون ومنفذون في حدود ما يؤمرون. الشعب في الداخل لا يعرف ما الحقيقة ولا الشعب في الخارج. الجبهة الشعبية وحزبها مغيبان، تبخرا من الوجود، لا أثر لهما، وكأنهما لم يكونا من قبل، ذابا في شخص أفورقي وتلاشيا فيه، ولا بأس أن يقضى الأمر في غيابهما ولا يستأذنان وهما شهود.
الجميع في حيرة وذهول، والجميع يسأل إريتريا إلى أين، ولا أحد يعرف ما الحقيقة. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. جل جلاله جل جلاله والداعي رب وحمدي. شعبنا لثابت إيمانه لكبد ما ياتي تودي. رب لك بقدي بامير حت أسمرا، رب لك بقدي بامير حت أسمرا. أفكورهم من عدنا أسرارهم تأمرا. شعبنا أسفروا علمانا قاتلوا وأقششت آسروا. شباب من عدوا أفقروا حكمهم قبقى بمورا وفتحهم هلولو 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 بيلا بيلو هلولو 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 بيلا بيلو هلولو 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 بيلا بيلو. سأل حناتو ثورة ودينا ولاتا لقلت فدينا. حناتو ثورة ودينا ولاتا لقلت فدينا. سأل حناتو ثورة ودينا ولاتا لقلت فدينا. حناتو ثورة ودينا ولاتا لقلت فدينا. إريتريا عدناتا النديبة ولينا نشد كنا نضالنا نتهاجل لتاريخنا. ناشب يلا عد ما يوم شهداء لثورتنا. يا هو كفة ما تكفل نقبل له مدرنا نقبل له قبيلنا نقبل له مدرنا نقبل له قبيلنا. أبينا إن استسلم أبينا إن استسلم أبينا. بدير ما توسعنا كثورة ودينا بدير ما سلمنا كثورة ودينا. جلاب فتح جلاب سلام جلاب فتح جلاب سلام سلام سلام. كريستيان وإسلام سلام سلام. كريستيان وإسلام. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. مستمعي إذاعة الوفاق، مرحبا بكم مجددا.
الجيش في كل مكان في العالم هو الذي يحمي سيادة الدولة ووحدتها ويحافظ على أمنها وسلامة الشعب، إلا في الدول التي يحكمها ديكتاتور متفرد بالسلطة. اليوم عبر إذاعة الوفاق نوجه هذه الرسالة إلى ضباط وقادة جيشنا البواسل. متابعة طيبة نتمناها لكم. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. إلى ضباط وقادة جيشنا البواسل، تمر إريتريا بمرحلة مهمة، والشعب الإريتري يحبس أنفاسه منذ ما قيل عن السلام مع إثيوبيا وفتح الحدود، وربما استبشر به جزء كبير من الإريتريين لأن فيه انفراجة تجارية وحركة اقتصادية لأهلنا في الداخل. لكن تسارع الأحداث وتوقيع اتفاقيات وتفاهمات بين النظامين في أسمر وأديس أبابا بمعزل عن الشعب الإريتري، وما تلاها من تصريحات مستفزة من الجانب الإثيوبي دون رد عليها من الجانب الإريتري الرسمي، علاوة على مشاركة مندوبها في نصب التمثال التذكاري للمجرم الهالك هيلة سلاسي. كل ذلك جعل قلوب الأريتريين وأعينهم عليكم يا جنودنا البواسل ويا أفراد جيشنا الأوفياء. سيادة إريتريا واستقلالها أمانة بين أيديكم الآن في ظل حاكم فرد لا يمكن التنبؤ بفعله. منكم من شارك في حرب التحرير وذاق طعم النصر على المغتصب، ومنكم من التحق به بعد التحرير، ولكننا نثق بأنكم تسيرون على خطى أسلافكم ومستعدون لبذل الغالي والنفيس من أجل الوطن. قد تختلفون معنا في نظرتنا إلى النظام القائم، ففي حين نراه مستبدا مغتصبا للسلطة انقلب على رفاق دربه قد ترونه غير ذلك، ويشفع له عندكم نضاله السابق ضد العدو المستعمر. وإذ نختلف في رؤيتنا له ولنظامه، لكننا نتفق على استقلال إريتريا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدة ترابها، وهو ما ناضل الشعب الإريتري من أجله 30 عاما جيلا بعد جيل. وقد يتفق بعضكم معنا في استفراد السياس بالسلطة وتعطيل الحياة السياسية وكتابة الدستور، إلا إنه قد رجح لديه الصبر عليه حقنا للدماء، فأي حقن للدماء والوطن تحيط به المخاطر. إن تلاحق الأحداث الأخيرة والتقارب المريب والتكتم المتعمد من أسياس وزمرته يجعلكم أمام تحمل مسؤولياتكم كاملة تجاه الوطن والشعب والتاريخ. فلا استنكار أحزاب المعارضة ولا شجب النخب يجدي بدونكم. إننا واثقون من وطنيتكم، وإن اختلفت أفكارنا وانتماءاتنا تظل أريتريا الهدف التي توحد الأريتريين جميعا، وربما هو ذات الهدف الذي جعلكم تصبرون على أسياس رغم ظلمه وتجبره على الشعب بحجة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. ها هي المعركة الآن تثير أوارها، وإريتريا تناديكم وهي في أمس الحاجة إليكم. يا أحفاد عواتي وعمر إزاز وأبو رجيلة، خذوا حذركم وتخلصوا من الخونة بينكم، ثم رصوا صفوفكم وسنوا رماحكم وسدوا ثغوركم، وثقوا أن الشعب من ورائكم. بقلم اليمامة. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمع إذاعة الوفاق، أهلا ومرحبا بكم. عصابة الهكدف ومنذ ظهورها الأول في الساحة الإريترية اتخذت من الإخفاء والتصفية الجسدية وسيلة للتخلص من المناضلين الشرفاء، فكم تلطخت أيديها بدماء المناضلين في الميدان، وكم أخفت عددا منهم قسرا ولم يعرف مصيرهم حتى الآن. ولعل القاضي محمد مرانت هو خير مثال لمن ذاق مرارة سجون المستعمر الأجنبي والمستعمر الوطني على حد سواء، فقد اعتقل مرتين قبل التحرير على يد العدو الإثيوبي، ثم بعد التحرير على يد عصابة الهكدف، ليس لذنب جناه، بل لأنه قاوم المستعمر عبر جبهة التحرير ليتحد العدو الإثيوبي والهكدف على حرب الشرفاء من أبناء الشعب الإريتري. ثم استمر مسلسل الاعتقالات وشمل عددا كبيرا من الأحرار في عام 1992 وعام 94، وحتى يومنا هذا لا أثر لهم. هل هم أحياء أم أموات؟ ليلحق فيما بعد كل من تجرأ بالسؤال عنهم، إذ تقدر المنظمات الدولية عدد معتقل الرأي والضمير في إريتريا ب10,000 معتقل. وفي إطار تغطيتنا لملف الإخفاء القسري في إريتريا عبر إذاعة الوفاق برنامج بعنوان سيرة معتقل،
نسلط فيه الضوء على سير المعتقلين وأوضاع أسرهم، لعلنا نسهم في التعريف بقضية المعتقلين. ومع ثالث حلقة من هذا البرنامج نتناول اليوم سيرة المناضلة أستير يوهنس زوجة الوزير بطرس سلمون. من إعداد وتقديم الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. سيرة معتقل المناضلة أستير يوهنس. ولدت في العاصمة أسمرة، حيث درست وعاشت فيها طفولتها، وكانت مجدة ومجتهدة في دراستها. ولإكمال المرحلة الجامعية التحقت في جامعة أديس أبابا كلية الهندسة قسم الكهرباء، وفي السنة الثانية من عام 1979 خرجت إلى الميدان والتحقت بتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. وبعد تلقي التدريب العسكري لمدة 6 أشهر أخذت دورة تدريبية على الكمبيوتر، وقد عملت في الميدان في عدة مرافق نضالية ومنها مركزية الاتحاد النسائي. وفي عام 1989 تزوجت بالمناضل والوزير المعتقل بطرس سلمون، وقد أنجبت له 4 أطفال، 2 منهم توائم وهم سيمون وزرآي وهنة ومآزة. عملت بعد التحرير نائبا للرئيس في وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية ورئيسا لمصايد الأسماك. وفي عام 2000 ابتعثت للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية في منحة ممولة من قبل الأمم المتحدة جامعة فينيكس في ولاية أريزونا لدراسة التسويق. وبعد 2 من المعرفة والتحصيل العلمي صعقت المناضلة أستير باعتقال زوجها في اليوم 18 من شهر سبتمبر 2001 ضمن مجموعة القيادات التي عرفت بمجموعة ال15 الذين غدر بهم السياس أفورقي، لأنهم طالبوه ببعض الإصلاحات المحدودة ومحاسبة من تسبب في الحروب والكوارث. وفي مطلع عام 2000 حصلت لأطفالها على تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الحكومة المستبدة رفضت سفرهم للخارج. وبعد أن حصلت على وعد من السفير الإريتري في أمريكا بأن لا يتم التعرض لها من قبل الحكومة الإريترية، عادت ملهوفة على أطفالها الذين لم يبقى لهم إلا جدتهم المسنة، مما اضطر أستير لقطع دراستها، حيث كان أعمار أطفالها بين 6 و13. عادت وقلبها يعتصر ألما على زوجها ورفيق دربها. عادت واللهفة على أبنائها تكاد تختلع قلبها. عادت وهي تمني النفس باللحظات التي تحتضن فيها أطفالها وتهدئ من روعهم. عادت وهي تتمنى ما سمعته أن يكون مجرد كابوس راودها في المنام، ولكن ما أن وطئت رجلها أرض الوطن الحبيب الذي منحته كل حياتها، فإذا بمخابرات النظام الجائر تنتظرها في أرض مطار أسمرة. وفي 11 من ديسمبر عام 2003 تم اختطافها من المطار، ومن وقتها أصبحت أستير رقما جديدا في قائمة المغيبين. هكذا رفضت حواء الإريتريا إلا أن تكون شريكة الرجل في الميدان والزنازين. أما أطفالها فقد تولت جدتهم رعايتهم بعد اختطاف الوالدين في مكان مجهول، وقد طالبت أختها المجتمع الدولي لكي يتدخلوا لإطلاق سراحها، ولكن من غير جدوى. كما أبدت منظمة العفو الدولية مخاوفها على حياة أستير من أن تكون تعرضت للتعذيب الشديد. الحرية للمناضلات اللاتي وهبن حياتهن للوطن، الحرية لمن أفنين زهرة شبابهن في الخنادق، الحرية لجميع المغيبين والمغيبات منذ سنوات طويلة من غير ذنب جنوه إلا حب وخدمة وطنهم. أخوكم محمد جمعة أبو الرشيد. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.